استقبل رئيس الجزائر عبد المجيد تبون يوم الخميس بالجزائر العاصمة زويلفليل مانديلا حفيد زعيم جنوب افريقيا الراحل نيلسون مانديلا. وصرح زويلفليل مانديلا عقب الاستقبال انه سعيد جدا بالمشاركة في تدشين ملعب براقي الذي يحمل اسم نيلسون مانديلا الذي اعتبر الجزائر بلده الثاني. وقال هذا عرفانا ليس فقط لجنوب افريقيا ولكن ايضا لكل افريقيا بتسمية هذه المنشأة الرياضية باسم الراحل مانديلا. انه لشرف لعائلة مانديلا ان تكون هنا في الجزائر. سنواصل كفاحنا من أجل القضايا الإفريقية ولا سيما قضية شعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا. وأضاف حفيد الراحل مانديلا: لا بد علينا من أن نوحد جهودنا من أجل أن يتحصل الشعب الصحراوي على استقلاله ويسترجع سيادته. لقد تحدثت مع رئيس الجمهورية لتتمين العلاقات الثنائية مع جنوب إفريقيا في إطار البرلمان الإفريقي والاتحاد الإفريقي وكذا الأمم المتحدة من أجل مواصلة العمل الذي بدأه الراحل مانديلا. كما أعرب زويلفليل عن تمنياته للجزائر بالنجاح في تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين شان 2022.